هو انتوا فاكرين ان احنا هنعمل الترند نرجع كده عملنا ترند وخلاص؟ لا، لازم نحط بقى شويه اضافات. نعمل شويه شوكليت كده. بصوا عاملين ازاي؟ شايفين القمر؟ طبعا انا مش قادره اصبر لغايه ما تمسك نفسها، بس انا لازم اوريكم. ايوه، ليه بقى؟ بصوا، احنا مش هنرجع فاضيين، احنا لازم نرجع بالترند بتاعنا برضه. عملنا منها قلوب شوكولاته وحشيناها من جوه شوكولاته رافاييلو. بص عامله ازاي. ممكن بقى تحشيها شوكولاته ابيض، ممكن تحشيها اي نوع، اي مكسرات. بصوا، لو عندك بقى ضيوف وطلعت لهم واحده كده وجنب كوبايه القهوه، يا سلام! ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي! بصوا، وصوص الشوكولاته اللي عملناها ترند تحفه. وحضرنا هنغرزها غرزه كده كده هنا كده. نرش بقى عليها شويه بالمنظر ده. بصوا يا مساء الترندات اللي ما بتخلص. احنا النهارده عندنا ترند جديد، والترند ده حقيقي انا جربته قبل ما اجربه معاكم، عشان مش هينفع اقدم لكم وصفه وانا ما عملتهاش قبل. احنا عندنا هنا 200 جرام بسكوت، اي نوع بسكوت تحبيه، اي نوع بسكوت. انا هنا مستعمله بسكوت لوكس اللي هو دايت، اللي هو بسكر ستيفيا. حلو جدا جدا جدا، هيديك نفس النكهه الحلوه من غير ما تكوني دخلتي سعرات حراريه كتير في جسمك. يا سلام بقى لو حبيتي تحلي كمان الوصفه دي بسكر ستيفيا برضو او اي نوع سكر دايت، هيبقى الدنيا حلوه معاكي جدا. تمام. وبنعتذر على الاضاءه عشان الاضاءه بتاعتنا اتطفت مش هتتصلح. المهم نكمل الفيديو، احنا شايفين بعض. تمام. ادي اهو 200 جرام بسكوت شوكليت. لو انت هتعملي شوكليت هي شوكليت، لو انت هتعملي فانيليا يبقى انت هتزودي عليه حوالي ربع كيلو او 200 جرام بردك كاكاو. تمام. فاحنا عشان هنا مش هنستغنى عن الكاكاو خالص. هنا حطينا 200 جرام شوكليت دارك او نص نص، يعني ممكن دارك وممكن نص نص وممكن حليب عادي خالص، بس انا استعملت هنا دارك عشان بردك انا عايزه على قد ما اقدر اطلع النوتيلا بتاعتي صحيه جدا. تمام. هنزل بزبده، ده 100 جرام زبده. تمام. وهنزل بحوالي، انتوا بقى حابين تحلوا اكتر من كده التحليه بتاعتكم، انا استكفيت بنص سكر بودر. وليه حطيت سكر بودر؟ عشان يدوب بسرعه وتبقى الدنيا فلافي قوي وناعمه قوي. يلا كده نكمل. هدوب بقى الكلام ده كله مع بعض بايه؟ بنص كيلو حليب. لا، انا هديله دقيقتين 3 على الميكرويف. بصوا هنا بعد ما طلع من الميكرويف، بصوا الله على اللون يا جماعه بامانه. هبتدي بقى ايه؟ هبتدي اخده واحطه في الكبه او بعمله بالهاند بلندر. المهم ان انا اخلي المسحوق معايا ده كله يبقى ناعم جدا زي النوتيلا اللي هو يتفرد. وخلي بالكم حتى لو طلع خفيف معاكم شويه فما تقلقوش، من اول ما هيتحط في التلاجة او يبرد شويه، كل ما بيبرد كل ما بيتقل بالظبط. تمام. تعالوا بقى نشوف كده. هو لسه ما بردش، انا قلت افضي. بص شايفين هو لسه ما بردش. اتفرجوا بقى عليه لما كمان يبرد، يا سلام. بصوا لي بقى كده، بصوا لي، ما حطيتهاش في التلاجة خالص. بص، الله على الجمال، الله على الجمال. بص اللون بقى يا جماعه، اللون بص يا سيدي كده، ولسه ما اتحطتش في التلاجة. بص بص بصوا